واخيرا جابوا لنا هذه الساعه الذكيه للمدارس ديالنا. هذه الساعه كيديرها التلميذ في اليد ديالو، وغير كيدخل للمدرسه كيطلع ميساج فيها الاب او الام بانه دخل للمدرسه. ولا حاول التلميذ يخرج قبل الوقت، الساعه الذكيه كترسل رساله للابوين بان ابنهم باغي يخرج من المدرسه، واذا وافقوا كيتفتح ليه الباب، واذا رفضوا كيتمنع من الخروج من المدرسه. وماشي غير هذا الشيء، فيها حتى الا بغيتي تشارجي لولدك الفلوس باش يشري الحلويات من المدرسه، يمكن من الدار تشارجي ليه 100 درهم وغيمشي للحانوت ويشري اللي بغى. اللي مزيان فيها هو على انه كتقدر تتحكم حتى في داك الشيء اللي بغى يشري ولدك. مثلا ما بغيتيش يشري شي منتوج معين، كتشارجي هذاك المنتوج وكديروه بلاصه الممنوعات، وملي كيطلبها كيطلع في السيستم باللي هذا المنتوج ممنوع يشريه الولد ديالك. وإلا كان شي أستاذ مريض ولا تغيب لأي ظرف من الظروف كتوصلك رسالة بأن الأستاذ الفلاني ما كاينش، وانت واش موافق واش يخرج ولدك يرجع للدار ولا يمشي يمارس الأنشطة الرياضية. طبعا هذا الشيء صدقتوه واش باللي في المغرب؟ لا، هذا الشيء للأسف ماشي في المغرب، هذا الشيء في السعودية. وغادي يقول لي شي واحد السعوديه دوله بتروليه وعندها الفلوس وممكن توصل لهذا الشيء اللي كنتكلموا عليه، ودير الساعه الذكيه ودير يعني الذكاء الاصطناعي ودير اي حاجه. ولكن غادي نقول له اوقف، الامر ما كيتعلقش بالموارد الماديه، لانه اللي جاي نتكلموا على الموارد الماديه فراه خسرنا على التعليم ديالنا مجموعه من البرامج الاستعجاليه اللي فاقت اكثر من 5000 مليار ولا اكثر، وللاسف الشديد الوقع ديالها على ارض الواقع غير موجود، ومشات بدون حسيب ولا رقيب وعلى مدار سنوات طويله. هذا التعليم كيتصلح، كنتكلم اليوماتيه على التعليم الاولي، يعني كنتكلم على الابتدائي وكنتكلم الاعدادي حتى البكالوريا. هذا التعليم داز من مخططات كبيره جدا، والوزير اللي جا كيدير المخطط ديالو. اليوماتيه كتشوفوا كما كتشوفوا عندنا، الله يكون في العون ديال المغاربه. كيطلقك كيشدك شناق وكيطلقك شناق. طلقونا الشناقه ديال اللحم وديال الخضره وديال المحروقات، شدونا الشناقه ديال السياحه وديال الشقق وديال اللوطيلات. هذا بالنسبه طبعا اللي مشى للعطله، لان العطله اصبحت حلم عندنا. اليوماتيه غادي يشدونا الشناقه ديال الكتوبه وديال المدارس الخصوصيه وغيرها من اللوازم المدرسيه اللي داخل عليها الاسر المغربيه مع مطلع شهر شتنبر. والله يكون في عون الفقير والطبقه المتوسطه. وغادي نرجعوا وغادي نتكلموا على الاثمنه في حلقه اخرى. اليوم اللي بغينا نتكلموا عليه ونفتح قوس ونقول على انه التعليم ديالنا ليس بخير. خسرنا عليه بزاف ديال الفلوس، ضيعنا عليه بزاف ديال المخططات، ولكن للاسف الشديد لا شيء يتغير. المدرسه العموميه يعني ماشيه وكتندحر، والدور ديالها ماشي وكيطيح. اليوماتيه التعليم لم يعد رساله بل اصبح تجاره. في الماضي كنا عشنا مع سلسله احمد بوكماخ، واليوم كنعيشوا مع سلسلات ديال بوتكلاخ. اليوماتيه كتلقى الدري عنده 6 سنين ولا 7 سنين في السنه الثانيه ابتدائي ولا الثالثه، هز مجموعه من الكتوبه قد الخلا وهز كرطابه قد الخلا بحال اللي غطلع عليه اينشتاين. بالله عليكم انا تكلمت اليوماتيه غير على التجربه السعوديه، ما تكلمت على فنلندا وما تكلمت على السويد اللي تعتبر رائده في المجال ديال التعليم. هاد الناس هادو ما عندهمش مدارس التميز اللي دايرينها، ما عندهم مدارس الرياده، ما عندهمش حفلات التميز، لان كل واحد يعتبر متميزا في المجال الذي يوجد فيه. وما يديروش هاد الشيء باش ما كيحسوش التلاميذ بالحقد الاجتماعي، ما كيحسوش التلاميذ بالنقص. احنا عندنا مدارس الرياده، مدارس التميز، ومدارس عاديه جدا. وهنا التلميذ والطفل كيحس بواحد العقده نفسيه. بالله عليكم وانا قلت لكم التجربه ديالي على انه ما كنت كنعرف حتى شي حاجه في المواد العلميه وخصوصا في الرياضيات، وكنت كنجيب صفر ونصحني الاستاذ بنمشي نسرح الجمال، مع الاحترام التام للي كيصلحوا الجمال ولا يصلحوا، هذه مهنه نبيله. ولكن للاسف لولا ما كنتش متميز في المواد هادو، ولكن كنت متميز في حوايج اخرين، والا ما كنت كنتكلم معكم دابا وما كنتش استاذ جامعي. لان ما نخلقوش هذه العقليه هذه ديال مدارس التميز، مدارس الرياده، حفلات التميز. هذا مزيان، هذا جاي، كل واحد متميز في المجال اللي هو فيه. كاين اللي غادي يخرج دكتور، وكاين اللي يخرج مهندس، وكاين اللي يخرج طبيب، وكاين اللي يخرج كهربائي، وكاين اللي يخرج ميكانيسيان، وكاين اللي يخرج قاضي، وكاين اللي يخرج محامي. كل ميسر لما خلق له. فما تخلقوناش هذا الشيء اللي خلق لنا دابا، هذه التفرقه بين التلاميذ داخل المدرسه. اليوم كاين نحن امام تسليع
المدرسة العمومية أمام تسليع التعليم. ردينا السلعة، التلميذ أصبح زبون، الطالب أصبح زبون، المدرسة العمومية ولا المدرسة الخصوصية ولاو عندها زبائن. إذا التعليم اليوم في المغرب خاصنا نعاودوا فيه النظر. وللأسف الشديد ملي كنتكلم على التعليم كنوجه رسالة لوزير التربية الوطنية والتعليم والرياضة وغيرها وغيرها وغيرها، اللهم لا حسد، واللي لا علاقة له نهائيا بالتعليم. انا كنعرف على انه ما عنده علاقه بالتعليم وما كانش في المدرسه العموميه وما كيعرف المشاكل ديال التعليم وما كيعرف يعني شنو هما الاشكاليات الحقيقيه اللي كنعانوا منها. اللي كيعرف على انه نحولنا التعليم الى تجاره نتاجر بها للاسف الشديد بالموارد ديال الطبقات الفقيره والمتوسطه وغيرها باش نربحوا. ولهذا قتلنا المدرسه العموميه على حساب المدرسه الخصوصيه. خصنا اعاده النظر. السعوديه ملي دارت هذا الشيء راه ماشي غير بالفلوس، راه حنا عندنا الفلوس حتى حنا وعندنا موارد تخسرات وعندنا عقول كبيره في هذه البلاد هذه، ولكن ما كنعطوش المسؤوليه اللي استحقها. هذه نقطه. النقطه الثانيه النخب السياسيه ديالنا الله يهديها اللي اتك على شي مخطط استعجالي كيديه وكيدي فلوسه كيطحنوا يقول انا وبعد الطوفان، واللي جا كيدير التجربه ديالو. وكنقولها وكنفتح قوس هنايا، ما دمت كنتكلم على التعليم تكلمنا على التعليم الاولي، كنتكلم على التعليم الجامعي والجامعه المغربيه اللي اليوماتيه دخل علينا وزير التعليم العالي السيد الميداوي الذي اردناه ان يصلح ما افسده الميراوي. دخل علينا صيفا بقانون جديد مرر في الصيف. احنا ما جبنا اخباره كاساتذه جامعيين كهياكل جامعيه كشعب كلجان بيداغوجيه كلجان علميه، ما جبناش اخباره. بالله عليكم واش كاين شي قانون يمرر في الصيف؟ كاين شي قانون كيمرر بدون اشراك الاساتذه الجامعيين؟ السي الميداوي بعد دارنا كلنا في قفص الاتهام ودارنا كنا محل الشك الى ان يثبت العكس. كل واحد خاصو يثبت البراءه ديالو. السيد وزير التعليم العالي دار التعليم الميسر او التوقيت الميسر، الاجازه بالنسبه للموظفين، الماستر بالنسبه للموظفين، الدكتوراه بالنسبه للموظفين، كلها ولات بالفلوس. هاد التجربه هذه كانت ربما في العهد ديال الامزازي وفشلت. هاد التعليم بالفلوس، الماستر بالفلوس باش الطالب يجي الموظف يخلص وكذا ونقروه، راه فشلات. ولا اعرف لماذا تعيدون انتاج نفس التجارب الفاشله، واللي جا كيدير نفس التجارب الفاشله راه فشلات. لا جبتيها دابا، جبتيها زعما وعطيتي للاساتذه شويه ديال الفلوس باش نسكتوا كيف مررنا الاصلاح ديال 2004 وزدتونا 2000 درهم. دابا كتقولوا لنا الا قريتوا في التوقيت الميسر غادي نعطوكم كذا وكذا 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 كذا. هذا اش غادي نسموه؟ انا ما قدرتش نلقى له تسميه غير على انه داخل في الجانب السياسي والسياساوي. واي وزير، وراني قلتها في البرلمان، ماشي كنقولها غير هنا في الفيسبوك، قلتها في البرلمان امام الوزير التعليم السابق وامام رئيس الحكومه في جلسه شهريه حول قطاع التعليم الجامعي. قلت على انه التعليم الجامعي في المغرب يخضع لمزاج المسؤول، وها هو المزاج ديالك شفناه اليوماتيه. المزاج ديال الميراوي راه داز وجاب الباشلور وحيد الباشلور ورجع الباشلور. اجازه التميز غير التميز، التفرقه داخل الجامعه. اليوم جبتوا لنا الفلوس ضرب المجانيه، ضربتوا لنا الاستقلاليه ديال الجامعه، ضربتوا لنا مبدا تكافؤ الفرص، درتوا لنا الانتقاء. ما كاين حتى مشكل سيدي، ديروا اللي بغيتوا، عطونا حنا غنقروا، ما كاين حتى مشكل، ديروا اللي عجبكم. ولكن السيد الوزير راه ما كتعرف على ان الجامعه المغربيه راه فيها الكسين وراه فيها الغش ضارب اطناب ديالو. هذاك اللي غادي يطلع راه غير اللي يطلعوا 17 18 16 ديال المعدلات. راه ما كاينش تكافؤ الفرص. الطالب المعقول والجدي واللي كيضرب نيت وكيقرا العام كامل راه ما كيوصل 12 ولا 13 في المعدل. والطالب اللي داير هذيك هنايا ما عرف سميتها وداير هذه هنايا ما عرف سميتها وخدام كينقل هو اللي كيجيب 16 و17. حيد الكوسين، ارجع للجامعه، دير لها البنيه التحتيه حقيقيه، دير لها مدرجات. الطاقه الاستيعابيه مثلا ديال كليه الحقوق مراكش 8000 طالب، اليوم فيها اكثر من 45000 او 47000 طالب. فين هم المدرجات؟ فين هي البنيه التحتيه؟ قبل ما نديروا حتى شي اصلاح يجب ان نفكر. هذا راه ماشي اصلاح عباد الله، هذا تخريب للتعليم وتخريب للجامعه المغربيه. كيف يمر اصلاح دون اشراك المعنيين بالامر، الاساتذه والهياكل؟ جبتي الاصلاح ديالك جا خويا جيب الناس ديالك حتى هما ينزلوه ويقروا ويديروا حتى شي حاجه، لان نحن شخصيا ما عندنا علاقه بهذا الاصلاح. اين النقابه ديال التعليم العالي؟ فين هي؟ النقابات والوسائط الاجتماعيه، الاحزاب، المسؤولين. التعليم يحتاج الى فتح نقاش حقيقي، نقاش وطني،
يحتاج الى استراتيجيه حقيقيه، الى بوصله حقيقيه. ما كيحتاج المزاج المسؤول. بقات لك عام بغيتي دير حنتي يديك وتبين باش ترجع. يا سيدي الله يجازيكم بخير، راه ما كنتكلموش بهذا المنطق ديال الانتخابات وديال نرجع ولا ما نرجع. ما نرجعش يا سيدي، ولكن ما ندمرش الجامعه، ما نرجعش، ولكن الا درت شي حاجه نديرها بقواعدها ونقادها مزيان، ماشي نجيب قانون ولا نجيب نظام بيداغوجي جديد لم نشرك فيه اي احد غير انا في التصفى وحلمت وجبته، ونطبقوا على الجامعه ونعطي الاساتذه وندير الاساتذه من هنا وندير من هنايا، ونضرب المجانيه ديال التعليم ونضرب تكافؤ الفرص ونضرب بزاف ديال الحوايج اللي راكمتها الجامعه المغربيه على مدار سنوات طويله. اليوم هاتي كنتكلموا وكندقوا ناقوس الخطر. النخب السياسيه في المغرب، المسؤولين، هذه الحكومه دمرتوا جميع القطاعات، كل شيء دمرتوه. ولكن ملي كتدمروا الصحه والتعليم انتم تدمرون المجتمع. في الجيران ديالكم ما تكلمناش على التجربه، راه قلت لكم ما مشينا حتى هنا لاسبانيا، ما متكلمناش على التجربه ديالها نهائيا، ما غاديش نتكلم عليها. حنا تكلمنا على التجربه السعوديه. وغادي يقول لي واحد عنده، كنقول لكم ولدي كاينه الفلوس وكاين الميزانيات، ولكن أين هي الشفافية؟ وأين هي المحاسبة؟ وأين النخب النظيفة اليد واللي ما فكرش حتى العجينة واللي باغية المستقبل ديال البلاد، ماشي باغية الكرسي ترجع له. الله يعاقبنا مع هذه الكراسة إلا ولينا كنخربوا الوطن ديالنا، الله يعاقبنا مع هذه الكراسة إلا بقينا كنديروا بحال هكا. اليوم يجب إيقاف هذه المهازل هذه اللي كتوقع، إيقاف هذه المهازل، فتح نقاش حقيقي. السيد الوزير راه غير فقتي ودرتيه، راه لا علاقة لنا به، لا أنت ولا وزير التربية الوطنية والتعليم. بارك علينا من هذا الشيء. راه حتى التوقيت ديال المدارس الخاصه او المدارس بصفه عامه كتقروا الدري من 8 ونص حتى ل 4 ونص. اش بغيتوا تشرجوا فيه؟ اش بغيتوا ديروا له كاع بالسلامه؟ اش بغيتوا تطلعوا منه؟ راه كتقتلوه. راه من الدراري ديالنا وولادنا وبناتنا كيجيو رايحين ما هو قادين يهزوا كرعين وكيلوح الكرطابل وكيطيح بالرقاد. والموظف وما كيخدم، الموظف كيخدم من 9 حتى ل 2 ونص ولا 3 وكيخرج. التلميذ عنده 6 سنين ولا 7 سنين كتشدوه صاحبي من 8 ونص حتى ل 4 ونص. فين كاينه هذه؟ راه في فنلندا كيقراوها 4 السوايع، في السويد كيقراوها 4 السوايع، الولايات المتحده كاع اللي واصله فين كيقراوها 6 السوايع. مالكم نتوما كتقروا لنا 12 ساعه 10 السوايع؟ اش بغيت تخرجوا لنا من هذا الجيل هذا؟ اش بغيت تخرجوا منه؟ اش بغيت تعصروا منه؟ وما كاين لا امتحان لا والو عندهم. لا ما كاينش هذاك الامتحان وهذا نجح وهذا ما نجح وهذا يكسلو وهذا فيبل. لا ما كاينش، كاين كل شيء متقاد. كيقرا حتى لواحد لو نيفو عاد كندخلوا له في الامتحان. نتوما مشرجينا من البدايه وخربتوا لنا التعليم، خربتوا الجامعه وخرجتوا عليها. نريد نخب جديده. الانتخابات كاينه، شكون بغى يصوت؟ شكون بغى يصوت؟ نقروا عليهم في الدار اش درتوا لهم باش يصوتوا؟ هذا نقاش حقيقي. اليوم غادي نعرفوا اكبر كارثه ديال العزوف على الانتخابات بسبب هذه الحكومه وما ركمته من فشل. وانا كنتحمل المسؤوليه ديالي وكنتكلم بقبعه الاستاذ الجامعي وفي نفس الوقت كنتكلم بقبعه السياسي. وهذا الكلام راه قلته في البرلمان، واذا اتيحت لي الفرصه ايضا غادي نقوله في البرلمان وغادي نكرروا. نحتاج في هذا الوطن الى عقلاء، نحتاج في هذا الوطن الى نخب نظيفه. الا كنتم موسخين انتم اللي وسختوا روسكم، ولا كنتم نقيين ونضاف انتم اللي نظفتوا روسكم. ما تسناوش الدوله وما تسناوش وزاره الداخليه وما تسناو حتى شي واحد، كلها عنده الخدمه ديالو. ما قالتلكش السي محمد توسخ، وما قالتلك دير هذا ترشحوا ودير هذا رشحوا ودير هذا رشحوا. انتم اللي كترشحوا، الاحزاب السياسيه اللي تتحمل مسؤوليتها. وعلى اليوم ما تبقاش تباكى وتقول لك غادي ندير وغادي نرفع النسبه ديال البرلمان ونوصل 495 نائب، طفرناه مع 395 35 مليون في الحبس، عاد نطفرها مع 495. واللائحه ديال هذا واللائحه ديال هذا. اللي بغى البرلمان ينزل للتيران ويقنع المواطنين ويكون نظيف ويكون مقاد ويكون عنده الحرقه على الوطن. انا ما كنزايدش وما كنعطيش مواعيد، ولكن كنتكلم من القلب وكنقول للسي الميداوي رانك مصلحتي داك الشيء اللي فسد المراوي. كنقول لوزير التربيه الوطنيه والتعليم والرياضه الله يجازيكم بخير. هذا التميز وهذا الرياضه وهذا الشيء كل الشيء اللي كديروا راه والله العظيم ما انزل الله به السلطان. عاودوا النظر في هذه المدرسه، عاودوا النظر بزاف د الحوايج، والا راكم غادي تدفنوا لنا المدرسه العموميه والجامعه العموميه. بغيتوا تخصوها قولوا عنا مباشره وفضينا وانتهى الكلام.